عليه وسلم أنه رفع يديه ودعا، وإنما كان يشير بالسبابات اليمنى فحسب. أما الدعاء فيما عدا ذلك فرفع اليدين فيه متواتر، ولا حرج على الإطلاق أن يرفع العبد يديه وأن يرفع بصريه وأن ينظر خاشعا إلى ربه تبارك وتعالى. ونحن نعتقد، نحن أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يشرفني وإياكم بالانساب إليهم، نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، مستو على عرشه. أأمنتم من في السماء، ليس هذا تحييزا ولا تجسيما ولا تشبيها، فلسنا أعرف بالله من الله ولسنا أعرف بالله من رسول الله. قال جل علاه: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير الآيات. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي وهو حديث صحيح رواه مسلم، وقال لها عليه الصلاة والسلام: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لها: أين الله؟ فهذا سؤال مشروع ابتداء. قال لها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الجواب، وقال لمروان: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. فنحن نعتقد أن الله جل وعلا في السماء مستو على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا حرج أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء في هذه الحالات العامة في الدعاء العام، ولا حرج أن ينظر ببصره خاشعا إلى السماء ليستمطر رحمات الحق سبحانه وتعالى. أما في الصلاة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى السماء في الصلاة، وإنما السنة أن ينظر العبد الخاشع الخاضع بين يدي ربه إلى موضع سجوده، فهذا حال العبد الخاشع مع سيده ومولاه.